مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بالكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج عددا من طلابها. الجمعية الوطنية للصيادلة تعقد منتداها العلمي. اللجنة التنفيذية لاتحاد المرأة تبحث تطور تنفيذ البرامج الموضوعة. مقتل مدنيين وإصابة جنود فرنسيين في هجوم بسيارة مفخخة في مالي. كندا ترفض التراجع في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية. وترامب يقول أن أوبك تتلاعب بسوق النفط ويحذر أوروبا من التعامل مع إيران. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. خرجت مدرسة أسمر الفنية 200 طالب بينهم 80 طالبة في مختلف المجالات الفنية بعد دراسة استمرت لعامين. فقد تخرج الطلاب في مجالات ميكانيكا السيارات والهندسة والتخطيط والكهرباء والإلكترونيات والحداد والخراطة والنجارة والمسح. ودعا مدير المدرسة الأستاذ كبدي تدلى في مراسم التخرج التي جرت في الأول من يوليو، دعا الطلاب لتطوير المعرفة التي اكتسبوها بالعمل الدؤوب. من جانبه أوضح المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي السيوم بأن المواطن والوطن ينتظر من هؤلاء الطلاب تسخير الدراسة التي تلقوها في إنجاح برامج التنمية. وتشير وثائق مدرسة أسمر الفنية التي تخرج هذا العام للمرة 58 إلى تأهيل أكثر من 10,000 طالب خلال مسيرتها التعليمية. عقدت الجمعية الوطنية للصيادلة يوم 30 من يونيو بأسمر المنتدى العلمي ال17، كما احتفلت باليوبيل الفضي لتأسيسها تحت شعار 25 عاما من العمل المهني المتفاني. وأوضح رئيس الجمعية السيد أبراهام أندرياس في الكلمة التي ألقاها عن تنفيذ الكثير من المهام الفاعلة خلال السنوات ال25 الماضية، بما في ذلك تنظيم الدورات التأهيلية والتعليمية لأعضائها. وقال المدير العام لمؤسسة أزل لإنتاج الدواء ومؤسسة توفير الأدوية سيد مسجنة أخلاق أن هدف جمعية الصيادلة هو العمل على تطوير المهنة والمهنيين وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، إلى جانب دورها في تأطير الصيادلة وخلق الأرضية المشتركة للحوار والتفاكر. وقد أسهمت بشكل جيد في تطوير الصحة العامة خلال السنوات ال25 من عمرها. وقدمت في الندوة أوراق عمل حول الاستخدام الخاطئ للدواء ومخاطره والحيطة المسبقة التي يتوجب اتخاذها عند استخدام الدواء وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأشارت أوراق العمل إلى أن تناول الدواء دون وصفة طبية من جانب، والاستخدام السيء للدواء من جانب آخر، يحدث أضرارا كبيرة على المستوى العالمي ويتسبب في زيادة المشاكل الصحية والوفيات بالدول النامية. هذا وقد انتخبت هذه الجمعية التي تأسست في شهر أغسطس من العام 1992 في ختام أعمالها هيئة إدارية جديدة تعمل لمدة عامين. بحثت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الاجتماع النصف السنوي الذي عقدته في 30 من يونيو الجاري تطورات تنفيذ البرامج الموضوعة. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخاء تسفا ميكائيل أن البرامج الهادفة لترقية وعي المرأة وتعزيز مساهمتها ومشاركتها في كافة المجالات تحقق نتائج مرضية، ويتوجب مواصلة الجهود للحصول على المزيد من النتائج. وقالت أن تطور المجتمع يتأتى بمساواة الجنسين، وحثت ببذل الجهود لتنشئة الأجيال الحديثة على قيم وثقافة المجتمع وضمان مشاركة المرأة في العمل والدفع بزيادة قدرات المرأة. وأشار الاجتماع إلى المشاركة المشهودة للمرأة في التعليم رغم بعض أوجه القصور، كما أشاد بالعمل البناء لمكافحة العادات المتخلفة التي تعيق تطور المرأة. وتوصل الاجتماع إلى التفاهم من العمل القوي من أجل الارتقاء بتأطير المرأة نوعا وكما، والتنسيق مع الجهات المختصة لبناء قدرات المرأة وإزالة العقبات التي تعيق استفادة المرأة من الفرص المتاحة لها. شهد سكان عدي أجوار في مديرية عدو خالة حفيرا بمبادرة ذاتية منهم لتوفير مياه الشرب للمواطنين ومياه السقي للمواشي. وأوضحوا بأنهم أدركوا أهمية النفير الجماعي لحل المشاكل التي تواجههم ودوره الكبير في تنسيق إمكانياتهم وطاقاتهم، مؤكدين استعدادهم للعمل من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة. وأشاروا إلى وضع برنامج لبناء المدرجات في مصاغة المياه على الحفير لحمايته من تراكم الطمي. هذا وتقع منطقة عدي أجوار التي يقطنها حوالي 450 مواطنا
إلى الشرق من مدينة عدخالة على بعد 6 كيلومترات. قام سكان ضاحيتي تكومبيا وبكو بمديرية عالي القاش بصيانة الطرق الوعرة التي تعيق حركة المواصلات في الضاحيتين. وأوضح ممثل مدير بلدة تكومبيا بأن النفير الجماعي لصيانة الطرق جرى بالتنسيق بين السكان وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع، داعيا للاهتمام المتواصل بصيانة الطرق. ومن جهتهم أشار سكان بكو إلى أن الأنشطة التي نفذت بالنفير الجماعي سابقا أحدثت تأثيرا إيجابيا في حياتهم، مؤكدين استعدادهم للعمل المنظم والمتواصل لصيانة الطرق. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قل معنا. على الصعيد العالمي، قالت وزارة الدفاع في مالي أن هجوما على دورية عسكرية في شمال مالي أسفر عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة ما يصل إلى 8 جنود فرنسيين يوم أمس الأحد. يأتي الهجوم بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في هجوم شنه متشددون على مقر عسكري في وسط مالي التي تساعدها القوات الفرنسية على مواجهة المتشددين. وقال أبو بكر ديالو المتحدث باسم وزارة الدفاع في مالي أؤكد أنه كان هجوما بسيارة ملقومة صدمت دورية عسكرية مشتركة لجنود من مالي وفرنسا. وأضاف أن نحو 12 شخصا بينهم ما يتراوح بين 4 و8 جنود فرنسيين أصيبوا في هجوم يوم أمس الأحد. وأكد باتريك شتايغر المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن عددا من المدنيين قتلوا في هجوم بمدينة جاو، وأن الجيش يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا في الدورية التي تعرضت للهجوم. وقال أن الانفجار وقع قرب 3 مركبات فرنسية. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قبل شهر من انتخابات الرئاسة المقررة في نهاية يوليو. قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها لن تتراجع عن الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على واردات الصلب والألمنيوم. وجاءت تصريحات فريلاند في وقت كشف فيه مسؤولون كنديون عن حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم صناعات الصلب والألمنيوم في البلاد. ومن المقرر بدء تطبيق رسوم جمركية انتقامية فرضتها كندا على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يوليو. وقالت فريلاند أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تترك لبلادها خيارا آخر. وتعد الولايات المتحدة وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري والخدمات بينهما العام الماضي قرابة 700 مليار دولار أمريكي. وقالت فريلاند أن المحادثات مستمرة وأن بلادها ستحث على دفعها مرة أخرى بعد الانتخابات المكسيكية المقرر لها الأحد. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، وحذرها بضرورة التوقف عن ذلك، بينما قال أن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. وقال ترامب أوبك تفعل والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول. كما سئل ترامب في البرنامج الإخباري الذي جرى بثه يوم الأحد عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران، فكان رده نعم بالطبع، ذلك ما نفعله قطعا. عثر على جثث 11 من أفراد عائلة واحدة في العاصمة الهندية يوم أمس الأحد، وكانت معظم الجثث متدلية من السقف في منزل الأسرة ومعصوبة العينين والأيدي ومقيدة خلف الظهر، ولم تتمكن الشرطة من تقديم تفسير واضح لما حدث. وقالت الشرطة في بيان لها أنها عثرت على ملاحظات مكتوبة بخط اليد في المنزل تشير إلى ممارسة كل أفراد الأسرة لبعض أنشطة السحر أو الروحانيات. وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في هذه الزاوية وأنه تم تسجيل الواقعة على أنها جريمة قتل. ويقع منزل المتوفين فوق متجر مملوك لهم في منطقة بوراني في القطاع الشمالي من العاصمة. وذكرت وسائل الإعلام أن قتلى يوم أمس الأحد كانوا 4 رجال و7 نساء بينهم مراهقون، وامرأة تبلغ من العمر 75 عاما عثر عليها على الأرض، في حين تدلت الجثث الأخرى من قضيب مثبت في السقف. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.